تستيقظ الغابة في الصباح الباكر، وأشعة الشمس تتلألأ على البركة الهادئة. يزدهر نبات النعناع على حافة البركة، وهو دليل حي على جمال الطبيعة الهادئ. يملأ صوت المياه المتدفقة اللطيف الهواء، سيمفونية طبيعية مهدئة. مع نور الصباح الباكر الذي يغمر المشهد، يستنشق مينت بعمق مع تعبير هادئ على وجهه. رفعت روزماري رأسها وتشم الهواء بفضول، وهي تحاول تمييز الروائح من حولها. تراقب ليفندري هذا التفاعل، وعيناها متسعتان دهشة بالمشهد المتكشف. توجه نعناع بلطف: أوه يا أصدقائي العطريين، السر يكمن في التنفس. تنفسوا بعمق وازفروا ببطء. تتساءل روزماري وهي لا تزال تشمشم، قائلة: الجو رائحته جميلة، ولكن ما الفائدة من كل هذا؟ تلامس أولى خيوط الفجر الحديقة، بينما يتأرجح النعناع بلطف في نسيم الصباح. يقف الخزامة نحيلا في مكان قريب. تهتف نعناع: الهواء النظيف يجعلنا أكثر انتعاشا، وعندما نكون مرتاحين تصبح أوراقنا ألذ في كوب الشاي. تسأل ليفندر بلطف: إذن هل نحن جميعا على ما يرام لتناول الشاي؟ تؤكد منت: بالطبع، نحن ننعش ونهدئ ونسعد البشر، نحن نعمة من الطبيعة. تتمايل أوراق النباتات بلطف في نسيم الصباح، بينما تتكشف رقصة الطبيعة. وهكذا تعلمت النباتات أن تكون عطرية، ليس فقط عن طريق الرائحة، ولكن عن طريق السلام الداخلي أيضا.